أصدقائي أولياء الأمور، المدرسة ما بقتش بس قسط وجمعية وlunch box وكل الحاجات دي، إحنا في عندنا نظام جديد للتعليم اتحط، والعيال في تانية ابتدائي أولى ابتدائي بقوا بيعملوا امتحانات شفوية، أنا ما شُفتش الشفوي ده غير في الكلية. طيب إحنا نعمل إيه في الموضوع ده؟ في حاجة نِفْسي نبتدي نطبّقها، لإن أنا شايف إنها هتجيب آثار سلبية جدًا قدّام. بلاش نتكلم عن نظام التعليم وتغييره وقد إيه صعب وقد إيه مشكلة وقد إيه اللي بتعملوه ده في العيال قدّامهم، لإن أنا كده بادّي له 3/4 المسافة إنه يبتدي ما يأدّيش وما يجتهدش ويبقى عنده أعذار already. ما تخيّل ابنك كده لو قاعد بيذاكر وعمّال بيشوفك دايمًا يا حبايبي النظام ده صعب جدًا، دول لسه صغيرين، ما فيش حاجة كده بتحصل في الدنيا، هو هيبقى عنده خلاص في عقله الباطن مستعد أنا لو ما ذاكرتش، أنا لو جِبت درجات وحشة ماما وبابا مش هيكلموني، ده عمّالين ليل نهار يقولوا قد إيه المنهج صعب وإيه اللي الوزير ده بيعمله، أنا زي الفل، أنا مهما يحصل ما حدش هيكلمني، وهنا بقى بتطلع المشكلة، إن إحنا بندّي له بقى الtools وبندّي له الأدوات إن هو خلاص أنا هاطنّش ولو ما جِبتش درجات أو ما اجتهدتش ما حدش هيكلمني. والمشكلة إن الأمر واقع ومهما اعترضنا أو مهما قعدنا بقى قدّامهم نقول دي مشكلة ونكتب وكده، ما فيش حاجة هتتغيّر. وبالنسبة للي بيفكّروا في الثانوية العامة لأ استنوا، إحنا 3 سنين وفي نظام جديد هييجي، إحنا ما بنقعدش على نظام أكتر من 3 سنين أو ساعات سنتين، فما تقلقوش من دلوقتي، اللي عنده ابتدائي خلّيه في ابتدائي والثانوية العامة ربنا يعينكم بقى في البكالوريا. أهم حاجة ما نتكلّمش قدّامهم. ونشوف نفسنا برضه لو في حاجة مش فاهمينها بيدرسوها أو كده، عندك الAI دلوقتي مجانًا وعندك الwebsites وعندك اليوتيوب، خُش دوّر واسأل واعرف، وحاول ما تبيّنش ده قدّام ابنك إن في مشكلة، قُل لهم مش مهم، أنت تقدر تعملها، إحنا مع بعض هنقعد ونشوف إيه اللي بيحصل ده، وهنحاول نعدّيها، أنت دايمًا شاطر وأنا باعتمد عليك وأنا واثق فيك، لكن إن إحنا نقعد على طول نعيّط ونصوّت قدّامهم على النظام الجديد ده، إحنا كده هنبوّظهم وللأسف ما فيش حاجة هتتغيّر. فبلاش قدّامهم نظهر امتعاضنا الشديد يعني من النظام علشان ما ندّيهمش يعني تبرير ليه ممكن ما يأدّوش كويس أو ما يجيبوش درجات عالية.